بيكون كويس جدا في وصف ابعاد الفراغات واستخدام كل فراغ وعلاقات الفراغات وبعضها، وده بيساعد في حل جوانب كتير جدا من المشروع. لكن بيكون في انواع من المعطيات او من المشكلات في المشروع علشان نحلها لازم نبدا نفكر في البعد الثالث للمشروع، وده اللي احنا بنسميه القطاع الرأسي. القطاع بأبسط معنى ليه هو قطع رأسي في المبنى بنبدأ من خلاله نعرف النظام الإنشائي وارتفاعات الأدوار وغيرها من المعلومات المهمة جدا في التصميم. بالنسبة لي لو مسقط بيقترح الفرش واستخدام الفراغات، فالقطاع هو اللي بيقترح الكيفية في استخدام كل جزء في المبنى ومسار الحركة الرأسي اللي بيربط المستويات المختلفة للمشروع ببعض. وبصراحة هو كتير ما بيبدأ يقترح علينا مشكلات أكتر ما بيوضح حلول، وده الهدف الأساسي من القطاع، إنك تبدأ تعرف إيه المعلومات اللي كانت مفقودة في المسقط وتبدأ توقعها في القطاع وتبدأ تحل فيها في القطاع. مش معنى تجاهلك للجزء ده معناها إن المشكلات دي مش موجودة، لا هي موجودة بس هتبدأ تتأثر بيها في مرحلة متأخرة في المشروع. فمثلا الشمس والرياح ودخولهم للمشروع وليه هم اصلا مهمين بالنسبه لنا في اي مشروع سكني. الاتجاه المعاصر في التصميم هو المودرن ديزاين، فكرته قايمه على دخول الهواء والشمس بشكل طبيعي لجميع فراغات المشروع، وبالاخص الفراغات اللي فيها معيشه بشكل اكبر. المناور عندي هتسمح لي بدخول الشمس لجميع الفراغات المطله على المناور، وده بشكل اساسي الهدف منها صحيه لينا عشان بتوفر لينا فيتامين دي اللي احنا بناخده من الشمس، وللفراغات عشان بتقلل فيها نمو البكتيريا. قاعده اساسيه اي مكان ما فيهوش اضاءه طبيعيه وتهويه طبيعيه ده بيئه مناسبه جدا للبكتيريا، وده لانه في اواخر القرن ال18 ومع بدايه القرن ال19 انتشر ما يسمى بالطاعون الابيض او اللي هو بكتيريا السل، وده اللي كان علاجه بالنسبه للفراغات المعماريه تهويه واضاءه طبيعيه. وده في سنه 1929 اتعملت مصحه في فنلندا بواسطه المعماري الفا التو. المصحه كانت فكرتها قائمه عن ان المبنى نفسه والتصميم المعماري نفسه يكون هو الاداه العلاجيه للمرضى، فسراير المرضى بقت موجوده في التراسات بره عشان الاضاءه والتهويه الطبيعيه يكونوا داخلين للمكان بشكل طبيعي. ارتفاع التراس نفسه بدا يتحسب من ارتفاع الشخص الافقي لان طبعا المرضى بيبقوا نايمين على سراير. وللاسف ولحد النهارده الهند موجود فيها اكبر عدد من مرضى السل في العالم بسبب التصميمات المعماريه اللي مش بتراعي دخول الهواء او الشمس بشكل طبيعي للفراغات السكنيه. وطبعا عشان كده احنا عندنا في مصر قانون البناء الموحد اللي بينص على ان ارتفاع اي عماره او اي سكن ما يكونش مره ونص ضعف عرض الشارع بحد اقصى ارتفاع 36 متر. ونصيحه يا جماعه بلاش الشبابيك السلايدنج اللي احنا بنحطها على الواجهات بره، لان في الاول وفي الاخر انت كده خليت الشباك يشتغل بنص كفاءته بس في ان هو يدخل هواء ليك طبيعي من بره. وبالنسبه لي في المشروع مع وجود زاويه الشمس معطى هتكون هي دي الحركه اللي هتمشي بيها الشمس داخل المشروع وداخل الفراغ. احنا بنقيس كميه الاضاءه اللي داخله فراغ معين بوحده اسمها الفوت كاندل. انا عندي فراغ قرايه، منطقه قرايه طبيعيه جدا بتبقى 35 فوت كاندل، دي كويسه جدا عليها. فراغ زي المعيشه بيبقى اقل منطقه اضاءه بتبقى 5 واعلى منطقه اضاءه بتبقى 40، ده المعدل كويس جدا. منطقه زي المطبخ او منطقه مذاكره دي بتحتاج من 70 ل 90 فوت كاندل، وده جانب واحد من أهمية الإضاءة والتهوية الطبيعية للمشروع. جانب تاني وهو التكلفة، إن أنا لما بعزل المبنى بشكل كويس فأنا بقلل الحمل الحراري اللي جوه المبنى، يعني بقلل فترة استخدام التكييف وبالتالي بقلل فاتورة الكهرباء. فأنا مثلا عندي في المشروع الواجهة شمالية فأنا ممكن محتاجش عازل حراري، لأن كده كده الشمس ما بتجيش عندي غير في الساعات المحببة اللي هي ساعات الشروق والغروب بس للشمس. لكن مثلا لو كانت الواجهة عندي جنوبية لا كنت هضطر إن أنا لازم أعمل معالجة بشكل معين للواجهة علشان أحافظ على الحمل الحراري جوه المبنى. فده بيتعمل ازاي؟ ان انا بعمل حائط خارجي نص طوبه، بعدين عازل 5 سم، وبعدين حائط تاني نص طوبه، كأن الحيطه الخارجيه دي بقت عامله زي السندوتش كده بالنسبه لي. وطبعا انا متفاهم جدا ان انت لما بتقترح حاجه زي كده على العميل بيبدا يرفض، لان بيحس ان ممكن يكون في تكلفه نقدر نتلاشاها بشكل ما. بس انت شغلتك كمهندس ان انت تحط قدام العميل ارقام توضح ليه تكلفة تشغيل الفراغ ده بالعازل وبدون، علشان تبدأ توضح له ان المبلغ اللي هيتحط في العازل ده هيتوفر في سنة واحدة بس او اقل كمان من سنة واحدة بس في بس فاتورة الكهرباء. وبصراحة انت كمهندس لو مش تقدر تقنع العميل اللي وثق فيك ان انت تعمل له بيته اللي هو هيعيش فيه هو واسرته ان انت تعمل له البيت باعلى كفاءة ممكنة، ايه لازمة الدراسة وايه لازمة ان انت تدور على ابحاث واحدث الطرق اللي ممكن تعلي كفاءة الاستخدام؟ ليه نكبر نعيش في نماذج اثبتت فشلها في الخمسينات؟ ما احنا عندنا الاحدث وعندنا الاحسن. اتمنى لحد هنا تكون المشكلات اللي القطاع بيبدأ يوضحها بقيت اوضح ايه انواعها وبنبدأ نتعامل معاها ازاي، او على الاقل بنبدأ نفكر فيها ازاي.